سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم كاملين تكونوا دوزتوا نهار جميل. فيديو اليوم مختلف نوعا ما. شاركت معكم الوجبه ديالي اللي وجدتها، وهي الكبده بطريقه سهله بلا عكيز بلا لان من نبقاو نفكروا هكا المجمر والتشنشين والتفشفيش نبقاو نعكزو. سهله، الطريقه سهله غير في الفران وكتعطي نفس النتيجه ديال المجمر ونتاع السفافد ونتاع اللي على بالكم. كيف قلت لكم البنات الطريقه سهله، وراني غير نشارك معكم، راني عارفه كلشي كيعرف الكبده ما كان مسهل منها، غير خصها شويه الخاطر وشويه الوقت. قلت لك هاد الطريقه سهله، واخا ما يكونش عندك الوقت بسرعه كتدار. الكبده هاك كيما تجيبيها غسليها، درت لها شويه مليحه، درتها في الفران راها تشوى على نار مهيله. الا كانت مجهده في ساعه تشلفط، ما تطيبش 100%، طيب نقولوا 60%، ولا المهم في الوسط ما يبقاش داك، المهم ما يبقاش فيها الدم الطيب. ولهذا البنات قلت لكم الضوء عندي، الاضاءه عندي ضعيفه بزاف في المطبخ. هو من يكون فيه راه يعني يبين، ولكن هكا التصوير وكلشي ضعيفه بزاف، واخا راه ما فهمتش علاش. هذا الشيء اللي كاين حاليا. اصعب حاجه هي ان يكون عندك المطبخ يعني جاي في واحد البلاصه ما عندوش السراج على برا، جاي في وسط الدار. عندي الدار مضيئه، ولكن حتى المطبخ هو اللي جاي مخطر شويه. هادو هما الديور تاع اوروبا، اخر همهم هو المطبخ، حيت ما كيعمروش بزاف، ما كيدوزوش فيه الوقت بزاف. حنا بالعكس عندنا اهم حاجه وهي المطبخ. كما قلت لكم البنات، هذيك هي الطريقه المهم. وهذاك الملفوف ديالها كنديروا بهذه الطريقه. غسلته قطرتها مزيان، وكنقطعوا هكا الشرائط باش ما يعذبنيش كل، يعني ندير شويه نخليها مجموعه وندير ونقطع. هاد الطريقه كتجي ساهله وكتجي عمليه وكتدار بسرعه. وكنكون رشات عليه شويه الملحه باش ما كلشي يجي بنين. الكبده درت عليها شويه الملحه، وهذاك هذه الملفوف ديالها درت فيه حتى هو شويه الملحه. هذا ما كان البنات. هذا الفيديو ماشي زعما راني ما كان مسهل من هذا الشيء، ولكن راني نشارك معكم ساعه من يومي. شاركت معكم باش ما نغيبش عليكم بزاف المتابعين. دابا الكبده راها طابت في الفرن كنقلبها. طابت غير بالجهه الفوقانيه، كنقلبها كنزيد لها شويه الملحه، القدر الكافي من الملحه اللي كنشوفه مناسب، ونردها للفران عاود تنطيب بالجهه الاخرى حتى ما يبقاش كاع فيها هكا ديك الدم، ما نحسش بها كتخرج الدم. ما طيبش بزاف باش ما تيبش، لان الكبده في الساعه كتيبس الا فاتها الطياب، وعاود ما تقعدش خضره هكا الدم يسيل بها وكل شيء. هذا ما كان البنات. وهنا جبتها بالفران راها طابت في الساعه كطيب، ما كان مسهل منها. وتقولي نفس النتيجه اللي كتعطيها بداك التفشفيش والمجامر والريش وكل شيء، ها نفس النتيجه كتعطي. راها سخونه عليا، كشديتها هكا درتها في واحد الطبسي، وغنقطعها مربعات ولا شكل، المهم الشكل اللي جاني، المهم قطع. انا كنديرها شويه كبيره، كاين اللي يبغيها صغيره، كاين عاوتاني على حسب الافراد. الا كانوا الافراد بزاف كيبغيو يقطعوها شويه صغيره باش تقد كاع العائله. انا كنديرها كطروفه شويه كبار. وهذا ما كان. من نقطعهم كاملين راها سخونه، راها سرقاتني دابا، لان غير جبتها بالفران قطعتها باش ما نزيدش عاد. يعني كانت تقريبا الوقت نتاع الماكله. وسمو درت لها، لان بحكم انني درت لها الملحه ملي كانت في الفران، زدت لها غير الكمون، زدت ما العطريه كلها وكي داير. كاين اللي كيبغي العطريه بزاف، كل كما قلت لكم الذوق على حسب الاشخاص. انا ما كنبغيش بالكبده، ما نبغيش نقدرها بزاف باش تبقى في الذوق ديالها. زدت لها غير شويه الكمون، شويه القزبر والمعدنوس عاوتاني الا كان. انا ما كانش عندي شويه الكمون وشويه القزبر اللي زدت لها. ها هي درك راها ما طايباش، راها نص طياب. عاد هذه ردها مع الملفوف وهذا، وردها في الفران كما شفتوا. قطعت عليها القزبر ودرت عليها دابا الكمون وكل شيء. غادي نخلط كاع دوك المكونات باش يتداخلوا مع بعضياتهم والكبده تجي بنينه.
وهيا من خلطتها ودرت دوك الشرائط مع مسحت هذاك البوطاجي او طاولة العمل مزيان، وكندير هكا ما كنلويش بزاف، كندير واحد 3 تلويات 4 كاع، باش لان داك الملفوف كيدوب، خص ضروري تلوي 3 جوج، المهم 3 4 على دورات. وهذا ما كان البنات. المهم هذا ماشي زعما ان كما قلت لكم في الاول، ماشي انني راني عارفه هذا الشيء اسهل حاجه وكلشي تعرف له، غير اسمو اللي يفرق ان كاين اللي يعكز يقول فيه تماره وديال المجمر. اليوم ما بقاش داك الشيء في الفران وتعطيك نفس النتيجه، ما كان حتى شي فرق، ولا تقولي نفس النتيجه ونفس نفس الفوائد نتاع الكبده. والكبده جد مهمه. وبالنسبه لديك الطنجره اللي راها تما راني دايره فيها الجزر يتسلق هكا سلطه، يعني ضروري نديرو شويه التنوع في الاكل، نديرو شويه سلطه، شويه البروتين، شويه هذاك الفيتامينات، شويه الخضر الفواكه، يعني خص كلشي يتخلط باش يكون عندنا طبق متوازي بالنسبه للصحه ديالنا. ورديته في نفس الصحن اللي درت فيه طابت الكبده، بلا ما عاد نجبد واحد اخر نكتر عليا الربابج. في النهايه زدت عليهم شويه الملح هكا صافي، ورديت درتو في الفران يطيب، ندير له 2 دورات ولا 3، وها هو الطبق ديالنا واجد. هذاك الجزر اللي راه طايب وطفيت له، غير ما عنديش الوقت، ما بغيتش الكبده كاع تبرد وعاد نديرها في الفران، طرت عليها تما في الساعة، درتها في الملفوف ورديتها للفران، ما كتشد وقت، ما كتتعب، ما والو. ودرت معاها واحد، درت معاها هذا الشاي يجي معاها الشاي حسن بالحاجه بارده، على حساب دوك الدهون من الاحسن تصاحبوها الكبده خاصه لان فيها الملفوف، تصاحب شي حاجه مشروب ساخن ماشي بارد، باش ما يجمدلناش ديك الدهون وديك الشحمه. هما البنات ما نطولش عليكم، راني وصلت لنهايه الفيديو تقريبا. هادو هما البرار تاعتي، ما اكتفيتش بواحد، درت غير 2 عشاق الشاي. هذا ما كان، كتطلق دوك الليدام ديالها في الصحن، وهذا داكشي اللي كيبقى بالشحمه كيكون طايب وكيكون غير هي. كاين اللي كيبغي يبسها مزيان، كاين اللي كيبغي يديرها انا درت لها الطياب حدوق. هذا هو الطبق النهائي البنات كما شفتوا، غير شويه نتاع الزعامه وشويه كما قال الاخر زعيم تاكل اللحم يقولوا لها. هذا هو الطبق النهائي وصحي وغني بالفيتامينات للصحه والحديد، راكم عارفين الكبده وكتجي بنينه ما كتفرقش على نتاع المجمر. أمسية سعيدة نتمنى لكم، نخليكم فيديو قادم. شاركت معكم هذا الفيديو غير باش نتواصل معكم. السلام عليكم.